هلا والله بيكو، يلا بينا نبدا حلقه جديده. عايز تكون زي مستر بيست او نفسك تكون زي الراجل اللي العالم كله بيتفرج عليه وبيحقق ملايين من اليوتيوب؟ لو الاجابه يبقى ركز معايا وكمل الحلقه دي للاخر، لان النهارده هقول لك عن كل تفصيله في حياته، ازاي بدا وازاي وصل وازاي بقى واحد من انجح صناع المحتوى في العالم، والاهم هعرفك على الاسرار اللي لو طبقتها ممكن تغير حياتك كلها. ركز معايا لان الحلقه دي هنتكلم عن مستر بيست اللي مش بس بيصرف ملايين على فيديوهاته، ده كمان بيعمل مشاريع خيريه ضخمه جدا، بيغير حياه الناس وبيقدم محتوى محدش يقدر ينافسه فيه. خد عندك يا سيدي، الراجل ده بدا وهو عيل صغير بفيديوهات بسيطه جدا، وكان حرفيا بيشتغل من تحت الصفر، لكن النهارده بقى اسطوره وعنده اكتر من 300 مليون مشترك وفلوسه بتجيله من كل حته. فتعال نغوص مع بعض في رحله نجاح مستر بيست ونشوف ازاي قدر يعمل كل اللي عمله ده، وازاي احنا ممكن نتعلم منه ونطبق نفس الافكار دي بس باسلوبنا. لو مهتم انك تكون زي مستر بيست او حتى عايز تاخد فكره عن حياته المجنونه، ما تفوتش ثانيه في الحلقه دي. يلا بينا نبدا، يلا بينا. مستر بيست اسمه الحقيقي جيمي دونالد، وبدأ قناته على اليوتيوب سنة 2012 وهو عنده 13 سنة بس. في الأول كان بيعمل فيديوهات بسيطة جدا زي تقييم الألعاب وازاي تزود مشاهداتك، وفيديوهاته كانت بسيطة جدا ومحدش كان يتوقع إن العيل ده هيبقى أكبر نجم على اليوتيوب. المفتاح اللي غير حياته إنه قرر يركز على أفكار جديدة ومجنونة. مثلا مرة عمل فيديو قعد يعد فيه لحد 100,000، حرفيا كان بيعد وبيقول الأرقام كلها، وكل الأرقام دي بيقولها في فيديو واحد. الناس استغربت بس الفيديو كسر الدنيا. بعدها بدأ يعمل حاجات أكتر جنونة. مرة وزع مليون جنيه على ناس عشوائيين في الشارع، كان ماشي بيدي الناس فلوس في الشارع وكلهم كانوا في حالة صدمة. وفي مرة تانية عمل مسابقة واللي كسب فيها اخد جزيرة حقيقية في البحر. ولكن مستر بيست مش بس بيعمل حاجات مجنونة علشان الناس تتفرج عليه، لا، الراجل ده بيحب يعمل خير، زي مشروع زراعة الاشجار اللي كان هدفه زراعة 20 مليون شجرة فعليا، وفعلا قدر يحقق الهدف ده كمان. وكمان عمل مشروع لتنظيف المحيطات من البلاستيك، وده جمع ملايين وخلى الناس تحترمه اكتر. اما بالنسبة لاكتر فيديو شافه الناس كان لما عمل نسخة حقيقية من مسلسل لعبة الحبار، نفس التحديات ونفس الاجواء، والجوائز كانت بمبالغ ضخمه جدا. ده جاب ملايين المشاهدات وكل الناس فضلت تتكلم عنه فتره طويله جدا. غير كده الراجل ده فتح مشروع كبير جدا لبيع سندوتشات باسمه، واللي زود نجاح المشروع ده انه استخدم شهرته علشان يشجع الناس تجرب الاكل. وفي الاخر مستر بيست هو مثال لاي حد عايز ينجح. لو عندك حلم واشتغلت عليه بجد اكيد هتوصل، لان الراجل ده بدأ بفيديوهات بسيطه جدا وبقى دلوقتي اسطوره اليوتيوب. فلو نفسك تكون زيه ابدأ دلوقتي واشتغل على افكارك وخليك دايما مختلف، لان انت مش اقل منه في حاجه. بس الراجل ده بجد اثبت ان المستحيل مجرد كلمه. الراجل ده مش بس مميز في الافكار، هو كمان بيعرف ازاي يحول كل فيديو لحاجه الناس ما تقدرش تبطل تتفرج عليها. تعالوا احكي لكم على كام فكره تانية عملت قلبان في اليوتيوب. في مره قرر يعمل مسابقه اسمها اخر واحد يرفع ايده، وجمع مجموعه من الناس وخلاهم يحطوا ايديهم على عربيه تسلا، وقال لهم اخر واحد يسيب ايده من العربيه هيكسبها. والناس قعدت بالساعات بل بالايام كمان علشان تكسب الجائزه دي. والمفاجاه الفيديو ده جاب ملايين المشاهدات. وفي مره تانية عمل تحدي اسمه اخر واحد يسيب الدايره، واللي كسب اخد نص مليون دولار. الناس فضلت في الدايره لاكتر من يومين وكل واحد كان بيحاول يثبت انه الاقوى. الفكره بسيطه جدا لكن التنفيذ كان عالمي. اما بالنسبه لفيديوهاته الخيريه فخليني اقول لك انه مره دخل سوبر ماركت وقال للناس اشتروا اللي انتوا عايزينه وانا هدفع. الناس ما كانتش مصدقه وكانوا بيجيبوا اي حاجه تقابلهم، والراجل دفع مئات بل الاف الدولارات، والناس كلها كانت في حاله صدمه من كرمه. كمان مستر بيست مش بس مركز على الفيديوهات والمشاهدات، ده اسس قناه خيريه كمان، ودي مخصصه للمساعدات الخيريه. القناه دي بتوزع اكل على المحتاجين وتعمل مشاريع بتخدم المجتمعات. وفي حاجه كمان لازم تعرفها، الراجل ده اسس فريق كامل بيشتغل معاه على الافكار والمونتاج وكل حاجه بيساعدوه فيها. يعني الراجل ده مش بقى لوحده دلوقتي، لكنه بيخطط كل تفصيله في الفيديو بنفسه، وبيحرص انه يطلع المحتوى بافضل شكل ممكن. وبالنسبه لاحلامه المستقبليه مستر بيست بيقول انه عايز يعمل اكتر من مجرد محتوى، عايز يسيب بصمه في العالم كله. وقبل ما انهي كلامي، لو كنت مكانه ومعاك كل الفلوس دي ايه اول حاجه هتعملها؟ هستنى اجابتكم في التعليقات، وما تنسوش اللايك والشير علشان الحلقه توصل ناس كتير. والسلام.